أغرب عملية اختطاف في التاريخ. في عام 1971 كان في رجال غامض اشترى تذكرة طيران في بورتلاند لسياتل في أمريكا باسم المستعار دي بي كوبر. ركب الطيارة بهدوء وجلس بمقعده وطلب الكولا وكل شيء كان طبيعي، لين سلم للمضيفة ورقة وقال لها معي قنبلة. انصدمت المضيفة وفتحت الورقة وإلا شافت مكتوب عليها عندي قنبلة، أبغى 200,000 دولار كاش و4 مظلات، وإذا ما نفذته بنسف الطيارة. المضيفة راحت وبلغت الكابتن وفعلا تم تلبية كل طلباته، وبعد كده هبط الطيارة وخذ الفدية والمظلات وخلى الركاب ينزلون وخلى الطاقم بس بالطيارة. وهنا تبدأ الغرابة، طلب من الكابتن يطير من جديد وعلى ارتفاع منخفض بسرعة محددة، وبعد وقت بسيط فتح الباب الطيارة من الخلف ونط ولا أحد شافه بعده. رغم أن FBI فتشوا الغابات والأنهار واستوجبوا مئات الناس، ما لقوا لا جثة ولا مظلة ولا الفلوس، إلا جزء بسيط منها بعد 9 سنين لقاها ولد صغير مدفونة تحت الرمل. الرجال كأنه تبخر، لا أحد يعرف من هو. كوبر صار أسطورة والجريمة للحين بدون حل.